ناس كتير بتنزل الجيم وبتكون مش عارفه تحدد هدفها، يا ترى هي نازله ليه؟ هنعرف في الفيديو ده. تدخل الجيم مش مجرد بس ان انت عايز تشيل اوزان، ده فكر خاطئ. ان انت بس عايز تزيد في الحجم، ده فكر خاطئ. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. يعني انت لو بصيتش للموضوع بشكل ظاهري فقط، لا هتستفاد منه بشكل باطني. ازاي يعني؟ يعني الجهاز التنفسي بيتحسن، الجهاز الدوري بيتحسن، الجهاز الهضمي بيتحسن، الجهاز العضلي الهيكلي كله بيتحسن. فكده كده انت بتستفاد. فلو شكلك من الخارج الاستفادة منه بسيطة، ولكن من الداخل الاستفادة عظيمة. نفهم بقى يعني ايه تمرين. تعالى، انا دلوقتي داخل على جهاز زي ده، هبتدي اتمرن على عضلة زي دي، هبتدي اتعايش معاها، هبتدي اقول لها يلا اشتغلي، يلا هنضرب تمرينه في اللذيذ، يلا خدي الحته دي ادوقها طعم التمرين في حاله انبساط وروقان. امسك البار، يا عيني على الشغل. انت داخل تتمرن بتتمزج، يبقى انت عارف حدود العضله اللي بتتمرنها، بتطلع معاها وتنزل معاها، مش مجرد حاطط وزن وعمال تعدل وخلاص. لا يا رجل، مش كده التمرين. واللي قال لك اتمرن على عضلاتك ده قال لك بس عشان تشعر بيها، تلذذها، تديها الاستفاده. هو ده الشغل، مش مجرد لا يا رجل، مش كده خالص. عيش، تعايش، تماشى. جيت دخلت على البار العالي او البار الفلات او ايا كانت التمرينه، اظبط حدودي في الجهاز اللي انا داخل عليه. عرفت اقعد ازاي، عرفت همسك البار ازاي، عرفت هنزل ازاي، عرفت هدفع ازاي. كل الكلام ده راعي دايما حدود التمرين، هتحس بشعور ما حسيتوش قبل كده. تعايش، خد دي. عارف انت لما تخلي العضله كده تمط معاك، تاخد وتدي معاك، شعور لا يقدر بثمن، لا يقدر بثمن يا اخي. ولو الاستفاده بسيطه كمل، مع مراعاه ان انت تاكل كويس، مع مراعاه ان انت تنام كويس. كل الكلام ده هتلاقي بعد كده منه استفاده. لازم نعرف ان الجيم دي رياضة تانية، مش رياضة أولية. يعني رياضة جنب رياضة جنب بوكس، كيك بوكس، جنب فولي بول، باسكت بول، كرة قدم، أيا كان الرياضة، لكنها رياضة تانية. مش بعتمد عليها فقط إن أنا شكل جسمي بقى كويس، أنا كده بقيت رجل رياضي. لو جنبها حاجة تانية يا سلام، ساعتها جودتها تزيد. الكارديو، لازم تتمرن كارديو، لا تهمل الكارديو. الكارديو اللي هو الفتنس، لا تهمله. عامل مهم جدا لما تروح الجيم، لازم تعمله، لازم تنفذه، هو الكارديو. طبعا عشان الجهاز الدوري التنفسي كله يبقى جيد. القلب يا جماعه، حتى لو انت رفيع، الفكره كلها انك تحط لنفسك برنامج كارديو يكون مناسب ليك علشان تطور من كفاءه الجهاز الدوري التنفسي. تحياتي، واتمنى يكون استفدتم من الفيديو. اللي عجبه الفيديو يا ريت يدعمنا بلايك. تحياتي، وللمتابعه الاونلاين مع الكابتن نيبو العملاق كلمنا على الواتساب والانستجرام. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.